انتهى الدور الأول لبطولة الأمم الأفريقية المقامة بالكوت ديفوار رقم 34 بصعود 12 فريق أول وتاني من كل مجموعة وأربع فرق أفضل توالت. المجموعة الأولى غينيا الاستوائية ونيجيريا، ساحل العاج أفضل توالت. المجموعة الثانية الرأس الأخضر ومصر. المجموعة الثالثة السنغال والكاميرون وغينيا أفضل توالت. المجموعة الرابعة أنجولا وبوركينا فاسو موريتانيا أفضل توالت. المجموعة الخامسة مالي وجنوب أفريقيا ناميبيا أفضل توالت. المجموعة السادسة المغرب والكونغو الديمقراطية. يبدأ دور ال16 يوم 27/1 يوم السبت القادم. أول اللقاءات أنجولا وناميبيا الساعة 7، نيجيريا والكاميرون الساعة 10. تاني يوم الأحد 28/1 يقام لقاءين، غينيا الاستوائية وغينيا الساعة 7، مصر والكونغو الديمقراطية الساعة 10. ثالث يوم الموافق 29/1 الرأس الأخضر وموريتانيا الساعة 7، السنغال وساحل العاج الساعة 10. وتختتم اللقاءات دور ال16 بين مالي وبوركينا فاسو الثلاث 30/1 الساعة 7، المغرب وجنوب أفريقيا آخر اللقاءات الساعة 10 مساء. أربع فرق كبار لم يحالفهم التوفيق للصعود لدور ال16: تونس، الجزائر، وغانا، وزامبيا. أحرز حتى الآن 89 هدف. هداف البطولة إيميليو نسوي مهاجم غينيا الاستوائية، ويلاحقه في الوصافة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر برصيد 3 أهداف. كل تمنياتنا بالتوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله.